Many animals around the world are in danger. Many animals around the world Are in danger They are in danger because of pollution. They are in danger Because of pollution. People build houses In their habitats. People build houses In their habitats. They will disappear If we don't care. They will disappear If we don't care. سقفوا لنفسكوا يا أبطال يلا هنغني Amazing places in Egypt وهنقول There are Amazing places in Egypt. There are Amazing places in Egypt. Tourists visit The pyramids. Tourists visit The pyramids. They take pictures And ride camels. They take pictures And ride camels. They buy gifts And have fun. They buy gifts And have fun. سقفوا لنفسكوا يا أبطال تعال أقول لك يا بطل سنة رابعة لو جالك باراجراف بعنوان places you go in your city يعني أماكن أنت بتروحها في مدينتك وجاب لك الجايدنج elements اللي هي العناصر التوضيحية بالمنظر ده مش جايب لك كلمات هتقول لي الموضوع صعب هقول لك يلا بينا نشوفه صعب ولا سهل أول حاجة مطلوبة منك إن أنت لازم تترجم السؤال وما ينفعش نبقى في سنة رابعة ومش عارفين أدوات الاستفهام كل أداة استفهام بتتكلم عن إيه What's your favorite place؟ يعني ما هو مكانك المفضل يبقى عايزني أتكلم عن مكان المفضل على فكرة الجايدنج elements دي يعتبر بتساعدك كتير جدا لو أنت عرفت تترجمها Why is it important؟ يعني ليه هو مهم؟ يعني ليه المكان ده مهم؟ يعني أنت بتروحه ليه؟ عشان تعمل إيه؟ What do you do in each place؟ انت بتعمل ايه في كل مكان؟ يعني هو طالب منك كمان تتكلم عن كم مكان تاني. تعال نجاوب كده على اول سؤال بيقول لي What's your favorite place؟ الله ينور عليك انا هروح جاي قايل له My favorite place in my city مكاني المفضل في مدينتي is the school هو المدرسة. واحد تاني يقول لي مستر بعد اذنك انا عايز اقول My favorite place in my city is the library. ما فيش مشكلة بس حط قبلها the ما تقولش يعني دايما في طلاب يقول لك ايه my favorite place in my city is school لوحدها او is library لا حط the وهبدا اجاوب على اللي هو كان قايل لي عليه بيقول لي why is it important يعني ليه هو مهم هقول له I go to school انا اذهب الى المدرسه to learn لكي اتعلم هنا to معناها الى ولكن هنا to معناها لكي مدياني السبب I go to school to learn لكي اتعلم. طب هو بيقول لي what do you do in each place انت بتعمل ايه بقى في كل مكان يبقى هكلمه عن اماكن تانية. طبعا احنا في الدرس ده كنا واخدين كذا مكان وبطريقة سهلة جدا I go to the to كذا انا بذهب الى كذا to كذا انا بذهب للمكان ده عشان كذا I go to the library انا بذهب للمكتبة to هنا لكي read books لكي اقرأ كتب. واحد تاني شاطر يقول لي لا ده انا هكتب to read and borrow books عشان اقرا كمان واستعير كتب ده انت جميل جدا. اديله مكان تاني اديله مكان تاني I go to the shopping mall انا بذهب الى مركز التسوق ليه to buy things عشان اشتري اشياء. واحد يقول لي يا مستر بعد اذنك انا عايز اقول له I go to the post office انا اذهب لمكتب البريد to send letters عشان ارسل خطابات. جميل جدا. اي حاجه في الدرس اللي انت خدتها تقدر تستخدمها بالطريقه دي. يبقى انت بتبدا بماي فيفورت بليس. طبعا لو انت شايف ان الجمله دي كبيره عليك ممكن تقول له ماي فيفورت بليس از ذا سكول هو المدرسه ولكن هو الافضل ان انت تقول له كمان ان ماي سيتي وتقول له اي جو تو والمكان تو لكي وتقول له السبب I go to the school أنا أذهب للمدرسة ليه to learn لكي أتعلم. I go to the library أنا بروح المكتبة ليه to read books عشان أقرأ كتب. I go to the shopping mall أنا بروح shopping mall ليه to buy things عشان أشتري أشياء. وبكده بكل سهولة قدرت تكتب باراجراف عن places you go in your city أو ممكن يقول لك your favorite places in your city أماكنك المفضلة في مدينتك. وطبعا لو الفيديو عجبك ما تنساناش بقى باللايك الجميل والكومنت بتاعك لأنه بيفيدنا كتير.